السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحيكم لكم مني مليون تحية، وكل اللي بيعلق لي ويقول لي كلمة حلوة، وام ربيع واختها ونور وقناة سمسمة وكل القنوات اللي بتعلق لي وتقول لي كلمة حلوة، كلهم على دماغي وبشكركم، وده تاج على الراس، وكل كلمة بتقولوها لي ببقى سعيدة بيها، ويا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. ويلا كده نصلي على النبي، وكل منه نبي صلى عليه وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتوا كنا عاملين سلسلة كده مخللات زي ما انتوا شايفين، والنهارده بقى ايه، او في الفيديو ده هنعمل يعني الخيار المخلل. ممكن تعملي خيار بس، وممكن تعملي معاه فلفل اللي هو القرون الشطاطه ديت، او اللي تبقى بارده. إيه براحتك، وممكن يبقى خيار بس. انا جبت خيار صغير كده حلو، ممكن تجيبي كبير وتقطعيه براحتك، ممكن يبقى صغير زي كده حبه صغيرين كده بحيث تعمليه بحاله، ولا قطعت راسه ولا اي حاجه. خدته وغسلته كده غسله نظيفه، ونزلت الطين منه، لازم ننقعه في ميه نظيفه لحد ما يعني ينضف من الطين اللي بيبقى فيه، لان دوت خيار فلاحي. وزي ما قلت لكم لو كبير قطعوه براحتكم، الصغير زي كده بيبقى تحفه. وبعد كده هنعمل المشكل ان شاء الله مع بعض. دول بقى كان حبه كده صغيرين، غسلتهم وجبت برطمان برضو مغسول ونضيف كده، وتبقى معقمه ونضيف، او بتاع مخلل يعني عامله لي المخللات. وحطيت فيه بقى الخيار كده ايه، واقف كده مش نايم. وحطيت معاه كام قرن فلفل برضو عشان يديله ايه، سنة الحموضه اللي بتبقى فيه دي، يعني عشان ايه انا مش هحط شطه بودر. عايزه الميه بتاعته كده تبقى صافيه زي بتاعه الايه اللي بتبقى في المخلل الجاهز. فهحط قرنين فلفل بقى اخضر، وحطيت قرنين فلفل برضو احمر كانوا عندي من بقيه المخللات اللي قبل كده. والخيار زي ما قلت لكم صغير، حتى ما شقت يعني ما عملتش شقه فيه، هو زي ما هو كده بحاله حطيته. مليت بقى البرطمان زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا بغرزه وبنزله اي مخلل كده بننزله بنكبسه كويس، ويبقى ايه ماسك بعضه ونازل لتحت كده، ويملى البرطمان. اي مخلل كده لازم يبقى مالي البرطمان. شايفين بزق فيه ازاي، واقوم مزوده ازود يعني ازقه وازود. مفيش خيار ممكن تحطي فلفل زي ما قلت تكمليه باي حاجه. الميه طبعا زي ما قلت يا تغليها وتبرد، يا ميه من الفلتر. كوبايه الميه عليها معلقه ملح. هنا البرطمان خد مني حوالي كوبايتين ونص، انا حطيت كوبايتين ورجعت عملت تاني وزودته لحد ما مليته زي ما انتم شايفين كده. يبقى دي الميه والملح. حطيت ورقتين لوري برضو، ممكن تحطي حبوب فلفل اسود. انا حطيت ورق لوري، وحطيت فص توم. وحطي فص التوم عادي سليم. دوت كان ليمون. حطيت ليمون عشان انا مش هحط خل. انا مبحبش احط الخل، لان انا عرفت ان هو بيقتل البكتيريا النافعه اللي في المخلل، فما بحطش في اي مخلل خل خالص. في اي يعني اي مخلل ما بحطش خل. عايزه تحطي معلقه سكر ماشي، مش عايزه ما تحطيش. ده كان مقرمش، يعني كله بيقول السكر بيحافظ عليه، بس والله هو الملح بيحافظ عليه ماده حافظه حلوه. وكان مقرمش يعني لحد اخر حته فيه. وكده نخلي الخيار خلص. ويا رب يكون كده فدتكم ملاحظة بسيطة، وتعليقاتكم بتهمني. واوعوا تنسوا تعملوا لي لايك، واللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.